7 مصارعين مظلومين من الدبليو دبليو اي. وقبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبدا الفيديو بنحب نشكر متابعينا، نشكر مجموعة مصارعة المحترفين. شكرا جدا على تعليقاتك الحلوه، لانه انت عن جد عامل قيمه لقناتي. عن جد مجموعة مصارعة المحترفين من كثر ما انا حبيته حطيت لكم رابط قناته بالوصف، لانه هو اصلا الدعم قناتي وهو اللي وصلني 200 مشترك وهو اللي حكى عني وهو اللي عمل كل اشي بقناتي. يعني عن جد وهو اللي نصحني اصلا ادخل بمجال المصارعة، فمجموعة مصارعة المحترفين رابط قناته بالوصف، انزلوا عليه قول لهم انا من طرف دراغمة، انا من طرف دراغمة. وبدون يا اخوان اي حكي كثير، يلا نروح على المركز السابع. معانا الميني ايفنت جاي اوسو. جاي اوسو يا اخوان كثير مظلوم، عن جد لازم ياخذ له لقب يمشي حاله فيه. يعني جاي اوسو لازم يصحى على حاله ويروح على الاتحاد يقول لهم انا بدي اخذ عداوات حلوه. عداوته هو رومان رينز جميله لكن ما فازش فيها. ايش استفدنا؟ فاز رومان رينز متى بيوقع؟ مال مانر. ايش ظل؟ جد جاي اوسو لازم ينحط بعداوه ياخذ منها لقب، ياخذ منها دفعه. جاي اوسو ساعته صغير، استغلوه. عن جد جاي اوسو كثير مظلوم يا جماعه الخير. يلا نروح على المركز اللي بعده. بالمركز السادس معانا ذا بريست بروك ليزنر. جدا مظلوم من الدبليو دبليو اي. لا عداوه زي العالم ولا عداوه يعني بتقول تستغلها. عداوته مع كودي رودز ابدا ما عجبتني، وعداوته مع اومس اخذ من الخزيان. يعني شوف بروك ليزنر شوف. وعداوته مع بوبي لاشلي حتى سيئة جدا. يعني مفكرونها الجمدان، يعني بوبي لاشلي ضد بروك ليزنر ما عجبتني بالمرة، ما حدا عجبته اصلا. عداوته مع بوبي لاشلي سيئة جدا، وعداوته مع كودي رود سيئة جدا، وعداوته مع اومس بخزي خزيان. شو ظل يا اخوان؟ بروك ليزنر اللي يعتذر احسن له، احسن من التهميش اللي هو فيه. عن جد بروك ليزنر لازم يصحى حاله يروح، جد لازم ياخذ لقب بروك ليزنر عن جد. وبس هاي حكينا على بروك ليزنر، يلا نروح على المركز اللي بعده. وفي المركز الخامس معانا ريكوشي مش مستغلينه ابدا. ريكوشي هاي فلاير وحكيه على المايك ولعبه وكاريزمته كله بيجنن. عن جد ريكوشي لازم يستغل جسمه ولازم يستغل حاله، وكثير مظلوم ريكوشي ومش ماخذ ولا لقب. انا بقول لكم شغله، ريكوشي لازم ياخذ الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، لانه هذا لو اخذ الورلد هيفي، لو اخذ لقب واحد بس راح يعمل جمدان في عظمه في الدبليو دبليو. وبس يلا نروح على المركز اللي بعده. في المركز الرابع معانا تشاك جيبل ها بدناش نحكي عليه، لانه عن جد كثير مظلوم هالزلمه. عن جد تشاك جيبل لازم تشاك جيبل يعني مظلوم جدا، مظلوم. ده يعني داخل تاك تيم مع اوتس الفا اكاديمي. واو تشاك جيبل داخل مع الفا اكاديمي، لعبوا كاريزمته ولا استغلوه بطريقه منيحه. اللاعب كثير بجنن، واللاعب عليه مهارات مش طبيعيه، وجسمه وكاريزمته حكي على المايك كثير مرتب. بس هو مظلوم جدا مظلوم من الدبليو دبليو اي عن جد. ويلا نروح على المركز اللي بعده. في المركز الثالث معانا فين بلر. هذا لا كلام عليه، لانه فين بلر اخر 7 سنين تهمش. داخل هلا مع جادجمنت داي فريق حلو، بس اخر فترة مش عاجب حدا جادجمنت داي. جادجمنت داي خربوا في عنصر واحد قاعد بفتن بيناتهم، والفيديو الجاي ان شاء الله هشرح لكم عليها. في عنصر واحد هو اللي بفتن بين الجادجمنت داي،
ففين بلر لازم يطلع من الجدة من ده بأسرع وقت، لأني نفسي أشوفه لحاله، نفسي يكون معاه الورلد هيفي ويت تشامبيون. اصحى يا فين بلر، اصحى مشان الله اصحى. ويلا نروح على المركز اللي بعده. وفي المركز الثاني معانا المحارب الإيرلندي شيمس. يا اخوان شيمس عن جد هالزلمة كثير مظلوم، جدا جدا مظلوم، مظلوم بطريقة مش طبيعية. ليش تعملوا بشيمس هيك؟ شيمس اللي كان يدخل عداوات مع رومان رينز، مع الاندرتيكر، مع كين. وين راح شيمس؟ هذا شيمس اللي احنا بنعرفه، هذا شيمس اللي كان هو الاندرتيكر يعملوا عداوة ما تفوت ببال حدا. مستحيل شيمس هيك ينحط بهيك قيمته ما إلها أي داعي في الدبليو دبليو إي. لو يعتذر شيمس أحسن له، لأنه عن جد شيمس كثير مهمش بالدبليو دبليو إي. رفعتوا فقط يا إخوان. ويلا نروح على المركز اللي بعده. وفي المركز الأول معانا المحارب الاستوكلندي درو ماكنتاير هذا لا كلام عليه، أكثر مصارع تهمش وبطل له قيمة في الدبليو دبليو إي، المحارب الاستوكلندي درو ماكنتاير. احنا عن جد درو ماكنتاير مش مستغلينه أبدا. جسمه وحكيه على المايك، كاريزمته ولعبه، مستحيل تلاقي بني آدم غير درو ماكنتاير. تعرفوا يا اخوان درو ماكنتاير لو يصير undisputed دبليو دبليو إي يونيفرسال تشامبيون شو حيصير؟ حتصير عظمة على عظمة في الدبليو دبليو إي. درو ماكنتاير قسما بالله لو يحمل لقب واحد لا يعمل رعب بالدبليو دبليو إي. درو ماكنتاير عن جد مهارته ولعبه كثير قوي، وعن جد درو ماكنتاير بيستحق يكون معاه لقب. وبس لو هنا وصلت الفيديو اتمنى يكون عجبكم. فيا اخوان هي كانت اكثر 7 مصارعين مظلومين من الدبليو دبليو إي. يعني حكينا لكم فيديو لطيف خفيف قصير، واستنوا مني تحليل عرض الرو ان شاء الله بالليل او بكره. وبس كان معاكم انا الضراغمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.